الأمريكان بدأوا يوم 5 نوفمبر بداية العملية الانتخابية لاختيار رئيس أمريكا الجديد. والحقيقة دايما الأمريكان مختلفين، زي ما هم بيقولوا على كرة القدم سكر، وبيقولوا على اللعبة بتاعتهم التانية هي اللي فوتبول. فبرضو نظام الانتخابات بتاعهم مختلف جدا. يعني الطبيعي اللي احنا متعودين عليه إن الناس بتنزل بتختار ألف ولا ب، وألف ياخد الأصوات الأكتر بيبقى رئيس. سهلة وبسيطة وطبيعية. لكن هم عندهم الوضع مختلف. عندهم حاجة اسمها المجمع الانتخابي. قبل ما نتكلم عن نظام المجمع الانتخابي، خلينا نسأل سؤال أولي ممكن يكون جه في بال حد من الناس وهما بيتفرجوا على أي انتخابات أمريكية أو بيتابعوها أو بيشوفوا أخبار عنها. هو ليه مفيش غير حزبين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري؟ هل في حاجة يعني تمنع إن يكون في حزب كمان؟ الحقيقة إن مفيش حاجة تمنع، اللي عايز يعمل حزب يعمله. لكن على مر السنين وعلى مر ما يقرب من 200 سنة، مفيش حزب قدر يصمد امام قوه الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكمان النظام الانتخابي واللي احنا هنتكلم عنه كده هو بيساعد على ان النظام يبقى على ما هو عليه. ومفيش حد هيقدر يعمل حزب يواجه كم الاعباء المصاريف اللي المفروض يصرفها علشان يقدر يواجه وينافس الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. فمبدئيا مفيش حاجه تمنع ان يكون في حزب تاني، بس ده ما بيحصلش ومش هيحصل. فبالتالي احنا امام منافسه ثنائيه ما بين الحزب الجمهوري ومرشحه والحزب الديمقراطي ومرشحه. ايه هو المجمع الانتخابي ده؟ المجمع الانتخابي ده مبدئيا بيتكون من 538 عضو. الاعضاء دي ما يسموا بالممثلين للمجمع الانتخابي، بيتم اختيارهم من قبل الحزبين زي ما قلنا، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. كل حزب بيختار داخل كل ولايه الممثلين بتوعه داخل المجمع الانتخابي. الممثلين دول هم اللي بيحطوا تصويت كل ولايه للرئيس المنتخب داخل هذه الولايه. ده بيتم على اساس ايه؟ ده بيتم بعد المرحله الاولى اللي هي مرحله تصويت الناخبين العاديين على الانتخابات. يعني بينزل المواطنين بالشكل الطبيعي لاي انتخابات في الدنيا، بيصوتوا لواحد من الاثنين المرشحين. بعد انتهاء التصويت داخل كل ولايه بيتم فرز الاصوات، وبيتم اعلان عدد الاصوات الحاصل عليها كل مرشح. وعلى هذا الاساس بننتقل الى المرحله الثانيه، وهي مرحله تصويت الممثلين داخل المجمع الانتخابي للرئيس او للمرشح اللي فاز في الانتخابات الشعبيه. يعني بمعنى ان ولايه كاليفورنيا التصويت اللي فيها اخذ نسبه الاصوات الاعلى مثلا في الانتخابات الحاليه كامالا هاريس، ففي الوقت دوت بعد اعلان فوز كامالا هاريس باصوات الناخبين العاديين داخل ولايه كاليفورنيا، هيتم عمل اجتماع للممثلين بتوع المجمع الانتخابي لولايه كاليفورنيا. وهنا هيتم اقصاء الممثلين للمجمع الانتخابي التابعين للحزب الجمهوري، والممثلين الانتخابيين في المجمع الانتخابي التابعين للحزب الديمقراطي هم دول اللي هيحطوا الاصوات بتاعه الناس بتوع كاليفورنيا داخل صندوق الانتخابات الامريكيه، ويعطوا المرشح الفلاني او العلاني كامل اصوات الولايه. وهنا خلينا نسال اسئله كانت دايما بتيجي في بالي. هل ممثلين المجمع الانتخابي دول مجبرين على الالتزام بنتيجه التصويت الشعبي؟ يعني بمعنى الناس نزلت في كاليفورنيا صوتوا لكامالا هاريس، وخلاص الطبيعي ان ممثلين الحزب الديمقراطي التابع ليه كامالا هاريس هيحطوا اصواتهم لكامالا هاريس. لكن ربما يحصل مثلا العكس، يحصل رشاوى، يحصل تلاعب سياسي، يحصل اي حاجه. هل ده اصلا متاح؟ الحقيقه ان القوانين الامريكيه كالعاده زي ما بعض الناس عارفه ان كل ولايه مختلفه عن الولايه الثانيه في القوانين، ومش شرط ان هم يكونوا شبه بعض. فبعض الولايات بتجبر بالفعل ممثلين المجمع الانتخابي على الالتزام بنتيجه التصويت الشعبي اللي حصلت ما بين المواطنين العاديين. اما في بعض الولايات الاخرى لا تجبرهم، ولكن جرى العرف بطبيعه الحال ان الناس تلتزم بالتصويت الشعبي. لكن هل في التاريخ الانتخابات الامريكيه حصل قبل كده ان ممثلين المجمع الانتخابي ادوا صوتهم لشخص او لمرشح مختلف عن التصويت الشعبي؟ ده حصل، حالات نادره ولكنها حدثت. فده دايما برضو تساؤل ممكن يجي للناس. هنتكلم بقى عن قصه هو هل كل الولايات شبه بعض؟ فالحقيقه لا، ان كل ولايه ليها وزن انتخابي مختلف عن الولايه الثانيه. ابتداء من اعلى ولايه ليها وزن انتخابي وهي ولايه كاليفورنيا، ليها 55 صوت انتخابي في المجمع الانتخابي للانتخابات الامريكيه، الى اقل الولايات اللي هم ليهم 3 اصوات بس في المجمع الانتخابي. ده على اساس ايه؟ عدد الاصوات المتاحه لكل ولايه هو عدد نواب البرلمان او الكونجرس الامريكي داخل الولايه دي. يعني ولايه مثلا
نبراسكا فيها 7 أصوات انتخابية. ده ليه؟ علشان الولاية دي بيمثلها في الكونجرس الأمريكي 7 سيناتورز، 7 نواب، وهكذا. فنرجع نجمل الموضوع ان احنا عندنا 538 صوت انتخابي داخل المجمع الانتخابي للانتخابات الامريكيه. علشان اي مرشح يفوز بالانتخابات الرئاسيه لازم يحصل على 270 صوت انتخابي. وده يخلينا نسال سؤال مهم جدا: هل حصل قبل كده ان مرشح من المرشحين حصل على عدد الاصوات الاكثر شعبيا لكن بالرغم من ذلك ما كسبش الانتخابات؟ الحقيقه دي تمت. واكتر او اقرب مثالين لده مثالين كبار جدا. سنه 2000 فاز جورج بوش الابن بالانتخابات الرئاسيه الامريكيه قصاد الجور. بوش طبعا من الحزب الجمهوري والجور من الحزب الديمقراطي، بالرغم ان الجور كان حصل على عدد اصوات في التصويت بتاع الناخبين العاديين اكتر من بوش. ولكن زي ما شرحنا ان بسبب الوزن الانتخابي المختلف لبعض الولايات عن الثانيه، فممكن حد يحصل على عدد اصوات اكتر. يعني ممكن حد يحصل مثلا على 90% من اصوات ولايه كاليفورنيا، و80% يعني يحصل على نسبه عاليه جدا من الولايات اللي صوتت ليه، ولكنه في النهايه بحساب المجمع الانتخابي يخسر الانتخابات. وده شيء عجيب. فده زي ما قلنا حصل مع جورج بوش الابن سنه 2000، وحصل برضه مع اخونا دونالد ترامب سنه 2016 قصاد هيلاري كلينتون. فهيلاري كلينتون كانت حصلت على اصوات شعبيه اكتر من ترامب، لكن ترامب حصل على اصوات في المجمع الانتخابي اكتر من كلينتون. وده يخلينا نطرح تساؤل مش هنجاوب عليه بس هنسيبه للناس: هل ده فير؟ هل ده كده عدل؟ هل النظام دوت بيرمي بالاراده الشعبيه بيضرب بيها عرض الحائط، ولا لا علشان قصص الوزن الانتخابي وان مش كل ولايه شبه الثانيه وان في ولايات اقوى من الناحيه الاقتصاديه وخلافه فبالتالي تستحق ان هي تاخد وزن اكبر في الانتخابات؟ اخيرا هنتكلم عن الولايات الديمقراطيه والولايات الجمهوريه والولايات المتارجحه. يعني ايه ده؟ يعني بمعنى ان التاريخ الانتخابات الامريكيه من خلاله بنقدر نقول ان في ولايات معروف انتمائها او الميل بتاعها لحزب من الحزبين. فهنا ممكن نجمل بدون الحديث في تفاصيل كتير ان في 19 ولايه بتميل في اغلب الانتخابات، سواء الانتخابات الكونجرس او الانتخابات الرئاسيه، الى الحزب الجمهوري. وفي 17 ولايه بتميل في الغالب الى الحزب الديمقراطي. ثم نيجي للولايات الاهم وهي الولايات المتأرجحة، ودول 12 ولاية، انتخابات مرة كده ومرة كده. وعشان كده تلاقي ان المرشحين الرئاسيين دايما في الانتخابات الامريكية بيجروا ورا الولايات المتأرجحة دي وبيعملوا فيها كامبينز اكتر وبيصرفوا فيها فلوس اكتر علشان يحصلوا على اصواتها. ليه؟ لان هم بشكل او باخر مطمئن للولايات اللي احنا قلناها ان هي اوريدي هتصوت للحزب الجمهوري او اوريدي هتصوت للحزب الديمقراطي. وبالتالي الصراع في الولايات المتأرجحة بيكون أكبر. وحتى في متابعة السوشيال ميديا والإعلام والقنوات للانتخابات دايما بيكونوا مركزين على ال 12 ولاية المتأرجحة دول. فعامة الانتخابات المواعيد بدأنا يوم 5 نوفمبر التصويت الشعبي، بنبدأ في شهر 12 تصويت ممثلين المجمع الانتخابي، ثم بيتم الإعلان بشكل رسمي في يناير عن مين هو الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. هل تصل كامالا هاريس للبيت الأبيض وتصبح أول امرأة على رأس سلطة أكبر دولة في العالم، ولا هنرجع تاني لعم دونالد ترامب اللي مش عارفين هيعمل إيه وأصلا المنطقة والعالم كله مولع وطايح في بعضه؟